مرحبا باسم الرشيد عدد نبت الثمار عبس ربعي بالمواقف مقابيس الخطر لابت يوم المعارك متعبت الامهار من لطحهم ضاع عمره على الخالي يدور دني الهجوس واضرب ودق الحيد حار يا خوي بالقصايد ترى مالك عذر واسرج الخلال الصيلة من امهار الخيار خابرك عسافي مضبوط الامهار الفكر وجري صوتك يا شلية وطنب باقتدار رزهل المعلى ولا زودك شعر ونثر لا تحاتي ميلة القافي واسمع باختصار وابشر بهجوسي بطراني يغرف من بحر واحمد الله يوم اني فزت تالا الاختبار جبت نجم فضل ربي اله المقتدر ومن صبر في سود الايام ذاق الانتصار والرشد كل ما يسلك دربه خضار كل صعبة تستوي له يجيها بانهيار لنا هين وللنواميس اذا ربي يمر مرحبا من فوحة البن لحد الفقار مرحبا بعدادي وبالي قطرة المطر مرحبا عد الكواكب لا دار بالمدار مرحبا بعدادي تسبيحي من صلى الفجر مرحبا باسم الرشيدي عدد نبت الثمار عبسي ربعي بالمواقف مقابس الخطر لابت يوم المعارك متعبت المهار من لطحهم ضاع عمره على الخالي هدر ضرب شرفهم على الصدر يوديك الدمار في جثث عدوانهم شاب عندي بو صقر من وانا بالملاقاه عليها الوقت جار كم مهر شلا وصلناه رغى عقب الهدر ربعي الساكت على الطيب مطلقت الشكار روسنا المزارقة طيب تطلق من سطر رجل نفس المراجل له صيت وكار كلنا نرضح المراجل وهو عاده بزر ضيفنا يقلط مقدار على عز وقار كم كرامه بحلقها جارح سكين غزر والخوي في موقفه ما نقدم الاعتذار نفتخي له ما نصد وندق له الصدر لو يبي من درة اللول في بطن البحار نفتديها ارواحنا كلها لاجله درار والله النيتنا ومسلم شفت الحرار شوفي ربعي بالمحافل مثل عيد الفطر والله النيتنا ومسلم شفت الحرار شوفي ربعي بالمحافل مثل عيد الفطر دني الهجوس واضرب ودق الحيد حار يا خوي بالقصايد ترى مالك عذر واسرج الخلال الصيلة من امهار الخيار خابرك عسافي مضبوط الامهار الفكر وجري صوتك يا شلية وطنب باقتدار رزهل المعنى ولا زودك شعر ونثر لا تحاتي ميلة القافي واسمع باختصار وابشر بهجوسي بطراني يغرف من بحر واحمد الله يوم اني فزت تالا الاختبار جبت نجم فضل ربي اله المقتدر ومن صبر في سود الايام ذاق الانتصار والرشد كل ما يسلك دربه خضار كل صعبة تستوي له يجيها بانهيار لنا هين وللنواميس اذا ربي يمر مرحبا من فوحة البن لحد الفقار مرحبا بعدادي وبالي قطرة المطر مرحبا عد الكواكب لا دار بالمدار مرحبا بعدادي تسبيحي من صلى الفجر مرحبا بي الله من نهج المعامل جينا على دعوة وكل العوايد تقدم الانسان موثوق محمد وقت السيم في حول الرسائل لا سجدنا في الله
الأنساب موثوق محمدي سلام والتسليم في حفل الرشايد سنة نبي الله في النهج المحمدي إذا على دعوة وكل له عوايد تقدير الأنساب موثوق محمدي سلام والتسليم في حفل الرشايد سنة نبي الله في النهج المحمدي إذا على دعوة وكل له عوايد تقدير الأنساب موثوق محمدي يلا حياكم يا مرحبا يا مرحبا حياكم الله في حفل الرشايد سنة نبي الله في النهج المحمدي. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميع. نقول الحمد لله باسط العطاء مجيب الدعاء حمد يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ملء ما في الأرض والسماء وملء ما بينهما وما يشاء. ثم الصلاة والسلام على المجتبى خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلوا عليه يا المؤمنين أهل التقى. وصلنا داعي الكرام عيال الكرام من قبائل بني رشيد ممثلة في أنسابنا، ولا لقينا عذر في الوصول إلا أننا نوصل ونشارككم ببعض من تراثنا ومن ألواننا الشعبية فخرا لنا وتقديرا لكم. فاعذرونا إما خطأ أو بطأ أو قلة، وندري كل قبيلة لها عادة ولها سلم ولها عرف ولها شرع، ولكن نحمد الله أنه في خير الأوطان من يحكم بأفضل الأديان في ظل طويل العمر سلمان وولي عهده ووليه ابن سلمان. ثالثا استغفر الله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون. تقدمت المطالب خدمة خدموني في المقام وأخدمهم في الكلام. والله لا أجيد سجع الكلمات ولا نظم العبارات ولا كتابة الشعر والأبيات ولا ما بالأعلاهم شان ولا مكان ولا فصيح لسان ولا بليغ البيان، ولكن شاب وحبوا يولوني عند أنسابي وجماعتهم علمنا وسلامتنا. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا ومرحبا. حياكم الله أخوالنا وانسابنا بعدد ذرات الرمل من أعالي قمم العبسية بجبال فيفا إلى هذا المكان في منطقة تبوك. مرحبا 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 نرددها والكل يسمعها تحية بكم تحلو وتكتمل. يا هلا شرفتمونا حياكم الله. عاداتكم وتقاليدكم هي محل فخرنا وهي محل إعزازنا، نفتخر بها بين القبائل ونفتخر بوجودكم هذا المساء ونعتد به، فمرحى نرددها. يا هلا حياكم الله شرفتمونا. تفضلوا حياكم الله. مرحبا باسم الرشيد عدد نبت الثمار عبس ربعي بالمواقف مقابيس الخطر لابت يوم المعارك متعبت الامهار من طحهم ضاع عمره على الخالي يدور دنيا الهجوس واضرب ودق الحيد حار يا خوي بالقصايد ترى مالك عذر واسرج الخلال الصيلة من امهار الخيار خابرك عسافي مضبوط الامهار الفكر جري صوتك يا شلية وطنب باقتدار رزهل المعلى ولا زودك شعر ونثر لا تحاتي ميلة القافي واسمع باختصار وابشر بهجوسي بطراني يغرف من بحر واحمد الله يوم فزت تالا الاختبار جبت نجم فضل ربي اله المقتدر من صبر في سود الايام ذاق الانتصار والرشد كل ما يسلك دربه الله
كل صعبة تستوي له يجيها بانهيار، لنا هين وللنواميس إذا ربي أمر. مرحبا من فوحة البن لحد الفقار، مرحبا بعدادي وبالي قطرة المطر. مرحبا عد الكواكب لا دار بالمدار، مرحبا بعدادي تسبيحي من صلى الفجر. مرحبا باسم الرشيدي عدد نبت الثمار، عبسي ربعي بالمواقف مقابيس من الاستاذ ضيف الله واخوانه حاضرنا الليله انا والمخاليف نشوفهم مشاركين وملبين الدعوه. والحقيقه فرحنا بما حصل من صلح بينكم وبين العطوات، ونقول بيض الله وجيهكم ووجيهكم ولا يستغرب الطيب من هلا. هم طيبين وانتم اطيب، بيض الله وجه الجميع. سلامة الجميع. حياكم الله، هلا ومرحبا، جيتكم شرف تشريككم لنا نعتد فيه ونعتز فيه واكرمتونا فيه، الله يطول عمركم. هلا فيكم بعدد اخطاكم من حيث جيتم لين وصلتونا، هلا وابرك الساعات. يلا حي اضربوا حياكم الله. الثاني زملاء الاخوان اللي معي يقدمون دعوه لشهد التومه الجاي من منطقه البعيد وضيفنا عليهم. الله يطول لي عمرك. تبغى تعطينا ان شاء الله موعد. الله يسلمك ويبقيك. حيكون بيننا التنسيق فيما بعد. انا الليله عندي رحله الساعه 1 للرياض، ندعوكم على حفل قبائل بني رشيد ورابطه عبس العالميه لتكريم شاعر الوطن مساعد الرشيد يوم الخميس القادم 23. ومقدر ومجمع واللي عنده فرصه بيشارككم ان شاء الله مرات. الله يشرف مقدارك. الله يحييك. الله يحييك. حياكم الله. يا هلا يا هلا. حياكم الله. مالك عذر وسرج الخلال الصلاه من انهار الثياب، خابرك عسافي مضبوط الانهار الفقير. جري صوتك الشليه وطلب اقتدار، رزال المعنى ولزام وتكشر ونثر. لا تحاتي بين تلقافي واسمع باختصار، وابشر بهجوسي بطراني يغرف من بحار. وحمد الله يوم فزت على الاختبار، جبت نجم فضل ربي اله المقتدر. من صبر في سود الايام ذاك الانتصار، والرشيد كل ما يسلك دربه خضار. كل صعبه تستوي له يجيها بانهيار، لنا هين وللنواميس اذا ربي امر. مرحبا من فوحه البن لحد الفقار، مرحبا بعدادي وبالي قطرة المطر. مرحبا عد الكواكب لا دار بالمدار، مرحبا بعدادي تسبيحي من صلى الفجر. مرحبا باسم الرشيدي عدد نبت الثمار، عبسي ربعي بالمواقف مقابيس الخطر. يلا حيهم. حياكم الله وابرك الساعات. يلا حيهم. يلا هلا والله. تفضلوا وقفوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله مساكم الله بالنور. يلا حيهم. يا مرحبا. قال اخوياكم عارفين ومعنا طال عمرك الشيخ ابو زياد. ونعم. نحب العيد العطول. ونعم ونعم ونعم. الله يحييكم وابرك الساعات. الله يبارك فيك. تفضل يا هلا يا هلا. حياكم الله. كنا نرضح المراجل وهو عاد العزر، ضيفنا يقلط مقدار على عز ووقار. كم كرم بحلقه جرح سكين الغزر، والخوي في موقفه ما نقدم الاعتذار. نفتخي له ما نصد وندق له الصدر، لو يبي من درة اللول في بطن البحار نفتديه ارواحنا كلها لاجله درار. والله النية ومسلم شفت الحرار، شوفي ربعي بالمحافل مثل عيد الفطر. والله النية ومسلم شفت الحرار، شوفي ربعي بالمحافل مثل عيد الفطر. شوفي ربعي بالمحافل مثل عيد الفطر. مرحبا باسم الرشيد عدد نبت الثمار، عبس ربعي بالمواقف مقابل
عبيس الخطر لابت يوم المعارك متعبت الامهار من طحهم ضاع عمره على الخالي يدور دنيا الهجوس واضرب ودق الحيد حار يا خوي بالقصايد ترى مالك عذر واسرج الخلال الصيلة من أمهار الخيار خابرك عسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمد الشاكرين حمد الصادقين، والصلاة والسلام الأتمين الأكملين على إمام المرسلين والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ضيوفنا الأفاضل أعضاء ملتقى نخبة تبوك الاجتماعي، شيوخا ووجهاء وأعيانا وأدباء وقادة عسكريين وأساتذة وشعراء وإعلاميين، ضيوفنا الأفاضل الأعزاء من قبيلة بني عطية الأوفياء، ضيوفنا الأعزاء أخوالنا وأنسابنا قبائل فيفاء العريقة، ضيوفنا الأعزاء من كافة القبائل، إخواننا أبناء قبيلة بني رشيد، شيوخا ووجهاء عسكريين وإعلاميين، نرحب بكم جميعا في هذا المساء المبارك. حللتم أهلا ووطئتم سهلا، فنحن الضيوف وأنتم المضيفون، فبكم أهلا ولكم أهلا. وخير بداية لهذا المساء الجميل، المساء الذي اجتمع فيه الأحبة رموزا من جميع القبائل، في هذا المساء الذي أنارت سماؤه وأضاءت نورا بتواجدكم بيننا. خير بداية لكل بداية آي من الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ عمر هادي أسعد سلمان الفيفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم
جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. أيها الحفل الكريم، كلمة الدكتور أمين عام رابطة عبس العالمية الدكتور عبد الله بن سعد الرشيدي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق فأحصاهم عددا وقدر الأرزاق فلم ينس أحدا، والصلاة والسلام على سيد الأمة ونبيها محمد بن عبد الله السيد النبي العربي الأمي الأمين الذي انتهج أصحابه نهجه فدانت لهم الممالك. وصفه شاعره حسان بن ثابت ببيت من أروع الشعر وأبلغه قائلا: مبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. صلاة وسلاما عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحفل الكريم، نحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقلوب ملؤها الحب والوفاء والفرح والسرور نتقدم باسم الشيخ ضيف الله ابن سعد ابن علي العويمري الرشيدي والأستاذ القائد التربوي عبيد الله بن سعد بن علي العويمري الرشيدي، وباسم كافة أفراد قبيلة العوامرة من بني رشيد المتواجدين هنا في تبوك، وباسم كل الحضور نتقدم بالترحيب بكم جميعا يا من شرفتمونا هذا المساء. فمرحبا بأعضاء ملتقى نخبة تبوك الاجتماعي، شيوخا وأعيانا ووجهاء وأدباء وقادة مدنيين وعسكريين وشعراء وإعلاميين. ومرحبا بشيخ شمل قبائل فيفاء بمنطقة تبوك الشيخ حسن بن جابر الفيفي والوفد المرافق له والوفد المرافق معه من أخوالنا وأنسابنا أبناء قبائل فيفاء الأوفياء. مرحبا ضيوفنا الكرام من قبيلة بني عطية الأوفياء. مرحبا بكل من شرفونا هذه الليلة من مختلف قبائل وطننا الغالي. مرحبا بنائب رئيس ملتقى فرسان قبائل فيفاء في منطقة تبوك. مرحبا عدد حبات المطر وماء البحر. مرحبا عدد الحجر والشجر. مرحبا بإعداد ذرات الرمل في جزيرة العرب. إن هذه الملتقيات لأبناء ورموز القبائل
من مختلف مناطق وطننا الغالي، من شأنها مد جسور التواصل بين أبناء الدين الواحد والوطن الواحد لتفعيل دور الوطنية المزروع بالفطرة في نفوس أبناء هذا الوطن المعطاء، ولغرس روح المواطنة الحقة في نفوس أبنائنا وفلذات أكبادنا. أبناء هذا الوطن ليبقوا على نهج أسلافهم دعامة لكيان هذا الوطن الشامخ تحت ظل قيادته الحكيمة، قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي عهده وحكومته الرشيدة. أيها الإخوة الأفاضل، إن تواجدكم بيننا هذا المساء هو شرف نحظى به، وأنتم من منحتمونا إياه، فلكم منا جميعا كل الشكر والتقدير والإعزاز. فمرحى نرددها والكل يسمعها، تحية بكم تحلو وتكتمل، لا فرق الله بعد الجمع شملكم إلا على خير ما يقضي به الأمل. الإخوة الأفاضل، أعضاء ملتقى نخبة تبوك الاجتماعي، نشكر لكم جهودكم المشهودة التي سجلها التاريخ على صفحات أديم الزمن، فمنذ تأسيسكم هذا الملتقى لكم من الأعمال الجليلة المتمثلة في إصلاح ذات البين وزيارات المرضى ومشاركات الآخرين أفراحهم وأتراحهم. وهذا ليس بغريب منكم ولا عليكم، فهو من أخلاقكم ونبل منهجكم والذي تأسس عليه هذا الملتقى، الذي جمع نخبة من أفذاذ الرجال جمعتهم الألفة والمحبة وتقدير الرجال للرجال، وهذه الصفات النبيلة التي تتحلون بها هي من تعاليم قيم ديننا الحنيف، وما ورثتموه من أسلافكم رجال القبائل العربية في جزيرة العرب، في جنوبها وشمالها وشرقها وغربها ووسطها ومن كل مكان. فيحق لنا أيها الإخوة الأفاضل أن نفخر بكم وبمواقفكم النبيلة. إن هذا الملتقى هو نواة لمشروع جبار من أعمال الخير وإصلاح ذات البين في مجتمعنا المسلم الذي يسوده الوفاق والوئام بفضل الله وكرمه. أيها الإخوة الأفاضل، مهما نقدم لهذا الملتقى وأعماله الجليلة من عبارات الثناء لن نوفيكم حقكم، فقاماتكم وأعمالكم الجليلة لن نوفيها ولن توفيها الكلمات والبلاغة والشكر. نسأل الله جل وعلا لكم دوام التوفيق، وأن يجمعنا بكم دائما على محبته وطاعته. أيها الإخوة الأفاضل، اسمحوا لي هذا المساء لأنني أجدها فرصة
أن أقدم كلمة وفاء لرجل له كبير الحق والقدر علينا، لرجل هو بيننا الليلة. كان لي مدرسة تتلمذت فيها دروس الحياة وتعلمت منها نظرياتها، تعلمت منه الصدق والشجاعة والنبل والوفاء والصبر والحكمة والأدب والشعر والفلسفة والسياسة وكافة العلوم. كان مدرسة للرجال. إنه أخي الشيخ الفاضل الجليل هادي بن أسعد بن سلمان الفيفي، الذي شرفنا هذا المساء وزاد حضورنا شرفا وإجلالا وتكريما. فحضوره كان نورا على نور. أيها الإخوة الأفاضل، أكرر الشكر والترحيب لكل من حضر من كل مكان، وأجدها فرصة أيضا لتقديم الدعوة لكم جميعا. فباسم رابطة عبس العالمية التي تقوم بمهرجان وفاء لشاعر الوطن مساعد الرشيدي، المرحوم مساعد الرشيدي، يوم الخميس القادم الموافق 23، فباسم رابطة عبس نوجه الدعوة للجميع، لكل أفراد هذا الوطن الغالي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة. أدام الله علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان. شكرا لكم وحياكم الله وأهلا وسهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مداخلة بسيطة، لن أزيد على ما قال أخي الدكتور عبد الله من كلمات طيبة، ولكن أحب أن أنقل لكم تحيات إخوة وزملاء لنا في أعضاء ملتقى نخبة تبوك الاجتماعي الذين لم يتمكنوا من حضورهم هذه الليلة لظروف قاهرة أبلغونا إياها. نشكر لهم مشاعرهم ونقدر لهم حرصهم ونقول لهم وفقهم الله، وعلى رأسهم سعادة الشيخ حسن بن حمود الشهري، شيخ شمل قبائل بني مشهور تهامة والحجاز، الذين كانوا حريصين على تواجدهم بيننا هذه الليلة، ولكن لوجودهم أو معظمهم خارج المنطقة، وعلى رأسهم الشيخ حسن بن حمود، وأناب بدلا منه ابنه الفاضل محمد حسن حمود الشهري، الشيخ محمد حسن. أشكر لهم مشاعرهم وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياهم، وأكرر الترحيب بكم فردا فردا كلا باسمه وقبيلته ورسمه بدون عدد وتخصيص، لأنه نخاف نذكر قبائل وننسى قبائل أخرى، ولكن فضل من الله سبحانه وتعالى أن اجتمعت أكثر من 15 قبيلة هذه الليلة في هذا المكان، وهذا دليل على ما ننعم به من أمن وأمان بفضل الله في ظل قيادة حكومة ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين. فلولا هذا الأمن وهذا الرخاء الذي نعيشه
لما وجدنا هذه الألفة وهذه المحبة من مختلف القبائل. أكرر الشكر لكم وأرحب بكم مرة أخرى، وأترك المجال لإخواني لاستكمال البرنامج. شكرا لكم. أيها الحفل الكريم، الشعر ديوان العرب ولسان حالها، حافظا ماضيها ومخلدا حاضرها ومتنبئا بمستقبلها، مع مجموعة من القصائد ومجموعة من الشعراء الذين يتحفون هذا المساء بجزيل كلماتهم وأفكارهم وآرائهم. معنا الشاعر الكبير ثاري عينان العويمري بقصيدة ترحيبية بكم أيها الحضور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا ومية هلا من حد ممشاكم إلى ملفاكم، باسم بني رشيد عامة واسم ربعي العوامر خاصة، وعلى راسهم الشيخ ضيف الله بن سعد والشيخ الدكتور عبد الله بن سعد والشيخ عبيد الله بن سعد. حياكم الله جميع. لا إله إلا الله الوالي ويفعل ما يريد، لا إله إلا الله الوالي عليها الاتكال، والحبي يعذب بيوت الشعر وجزال القصيد. الحبي حياك يالله والبدم من شالخيال، الحبي يعذب بيوت الشعر وجزال القصيد. الحبي حياك يالله والبداء من شالخيال، ما زهمتك غير ببدع وانتقي منك الجديد، ما استمع غير السمان ولنتقي غير الجزال. يا هلا يا مرحبا ثم مرحبا واثني وعيد بالضيوف اللي لفوا ربعي مروين السلال. مرحبا بكل القبايل ورثة المجد التليد، يا هلا حياكم الله باسم وفين الخصال. مرحبا بكل القبايل ورثة المجد التليد، يا هلا حياكم الله باسم وفين الخصال، باسم ضيف الله وعبد الله ومنهم له عضيد باسم ابو نايف سلام الطيب وجيه الرجال، وباسم كل عويمري في جمعة تعد عيد. ارحبوا واهلا هلا والهيل في صفر الدلال. مرحبا عد السحاب اللي خايل من بعيد، يوم ركز والهوى شرقي على هاك الجبال. مرحبا عد السحاب اللي خايل من بعيد، يوم ركز والهوى شرقي على هاك الجبال. ارتكى من فوق الابيض وكل ما حدر يزيد سيل الوديان سيله من جنوب للشمال. ارتكى من فوق الابيض وكل ما حدر يزيد سيل الوديان وابله من جنوب الشمال. دار ربعي مكرمي دار ربعي كاسبين الطيب باليوم الشديد، محزمي لا شان وقتي من قديمات الليال. افتخر لا قلت ربعي لابتي بني رشيد، لابتي عود الخصيم الاحتمى جال الرجال. معيكم دور. افتخر لا قلت ربعي لابتي بني رشيد، لابتي عود الخصيم الاحتمى جالنا بجال. مروية حدب السيوف مطوعت راسه العنيد، لاحتمال ميقاف ربعي عدهم لي راسه مالوا تحت راية اخو نوره، يا عسى عمره مديد كلنا دون الوطن واهل الوطن جند وظلال. وتحت راية اخو نوره يا عسى عمره مديد كلنا دون الوطن واهل الوطن جند وظلال. ومرحبا مرحبا بكل القبايل ورثة المجد التليد، يا هلا حياكم الله باسم وفينا الخصال وسلامتكم.
حي الله المهندس سليمان إبراهيم البلوي، حياك الله. حفلنا الكريم، القصيدة الثانية مع الشيخ والشاعر عودة ابن عواد الخياري الرشيدي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كفرت بالطاغوت وابليس والجبت، وامنت بالله رب عيسى وجبريل، اللي نصر موسى ومهلك على السبت، محمل الماء في تصرف ميكائيل، آمنت به وإليه سلمت وامر ونبت، وفوضت له أمري عساها تساهيل، يوم دبوني ربعتي ما تغيبت، وقفت بالواجب وللواجب أشيل، البارحة في واجب الشعر ناوبت، وسريت به مسرى عقيد سرى الليل، سجل ركايب طول ليله مع الخبت، ليلة اشتمى من روح النهج هاجيل، سريت مع مسرى الكواكب وجاوبت، رغبة مشاعر خاطري بالتماثيل، وعذبت هاجوسي مع الشعر وعذبت، وقريحتي هاضت بزين التعاليل، ومما بقلبي للتماثيل خاطبت، ودعيتهن يمي وجني مقابيل، وفتحت صدري للمثايل ورحبت، ترحيبة العبسي بربع المشاكيل. فتحت صدري للمثايل ورحبت، ترحيبة العبسي بربع المشاكيل، ربع وفاهم بالكرم ما نبت نبت، ساس على ساس وجيل على جيل، متورثين طيبهم ثابت ثبت، بني عطية توفي الكيل بالكيل. أهل الشجاعة والمدايح اللي عربت، حللت المشكل ونطاحت الخيل، أصغى الرجل يكرم ولا يقول حسبت، مزبان للعاني ومنصر رجاجيل، والسامعين المدحهم ما تجنبت، والسامعين المدحهم ما تجنبت، ولا عندنا في شان الأجواد تقليل، كامل ونور الحق ما يلحقه كبت، ما ينهضم حق رجال الحلاحيل، يا مرحبا ترحيبة كلها نبت، ريحان معجوري ومع قرنفل وهيل، ترحيبة بالطيب من طيبها طبت، تفوح فيهم بحرات المعاميل، وتحية تصل المنحضر واحببت، معود الازرق واشقر البن والهيل، باسم ابو نايف والمضيف عنه نبت، عدد رش النازل منها ماليل، بدايتها ونهايتها يوم رتبت، في ذكر من الامره فعل طير بابيل، هذا اجتهاد مني ان كان يصبت، فضل من الله منزل سورة الفيل، وإن كان فيها نقص واضح ولا أعجبت، أرجى السموحة لرجال المشاكين. قصيدتنا التالية مع الشاعر المخضرم الشاعر الكبير فضي مسبل الخياري الرشيدي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا وسهلا بكم جميعا فردا فردا في محل أهل الوفاء وأهل الكرامة وأهل الشيم وأهل الشجاعة، بالنيابة عنهم الأستاذ ضيف الله بن سعد بن علي العويمري الرشيدي وإخوانه جميعا. احتزمت وقمت تشريف والقاسي لي، احتزمت وقمت تشريف والقاسي لي،
هامتي مرفوعة النرتخة مشدودها. مرحبا ترحيب وافي يا عم الحاضرين، عد من لبة وصلى وطال سجودها. مرحبا ترحيب وافي يا عم الحاضرين، عد من لبة وصلى وطال سجودها. التواصل حق مطلوب بين المسلمين والقبائل شرفونا احضروا وفودها. التواصل حق مطلوب بين المسلمين، القبائل شرفتنا، القبائل شرفونا احضروا وفودها. اجتمعنا والتقينا على تقوى ودين، يلا انك تنصر المملكة وجنودها. اجتمعنا والتقينا على تقوى ودين، يلا انك تنصر المملكة وجنودها. شعب واحد ما بنا تفرقه، متكاتفين محتمين بلادنا ما تبع حدودها. تحت ظل العاهل الحازم الشهم الحصين، خادم البيتين حلال صعب عقودها. اقلطوا حياك والله على بنو سمين، نبذل المجهود والجود من مجهودها. اقلطوا حياك والله على بنو سمين، نبذل المجهود والجود من مجهودها. المهيل وازرق العود يضرج باليمين، والدار المسطرة فايحة بقنودها. في محل أهل الوفا مكرمين الغانمين، عاشقين المرجلة قدها وقدودها. أبو فيصل وأبو نايف إكعام العائلين ليهون الأستاذ سعد، الأستاذ عبد الله بن سعد رئيس رابطة عبس، لأني ما حطيت الصبصي. أبو فيصل وأبو نايف إكعام العائلين، رؤوس قوم تنطح القافلة متكودة. من سرايا العبس شيلت الحمل الرزين، يعظت ميثاقها ما تكون عهودها. دون قاصر بالقبائل، دون قاصر بالقبائل دون قاصر بالقبائل مدلة الحزين، منهض بحقوقها يقدح برودها. والسلام اختام والمعذرة يا السامعين، والسلام اختام والمعذرة يا السامعين، دونوا مضمونها وحفظوا منقودها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلنا الكريم مع شاعر الجزالة، الشاعر الكبير الذي يتحفنا بنفيس القول، الشاعر ضيف الله بن صالح الضوي العنزي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساكم. بيض الله وجهك الشيخ صالح بن عيد العطوي، الله يبيض وجهك. جيناك وقدرت جيتنا لك، وهذا الفعل الطيب غير مستغرب من الطيبين. أقول يا الشعر في مدح الرجال المشاكيل، أبيك تسعفني جزاله تصوير. اللي يذل القاسي الظرف تذليل، وعلى دروب أجدادها ترسم السير. واللي تكيل وتوفي أيمانها الكيل، وفي جاهها دجود وأيمانها خير. مثل الزمول اللي يرتقد لثقل الشيل، وترسي مثل ما يرسي طويق والنير. ومثل الزمول اللي يرتقد لثقل الشيل، وترسي مثل ما ترسي طويق والنير. وبجهودهم تسهل الوضع تسهيل، سخرت والمجهود بالفعل تسخير. للملتقى مثلته خير تمثيل، ونبتوا عن اللي غاب وبشوره يشير. ما غاب غير اللي حدثها المشاغيل، معذور لو ان الغيبتها تاثير. ما غاب غير اللي حدثها المشاغيل، ومعذور لو انها الغيبتها تاثير. جينا وجاء عند ريف المقاليل، ويا حي من جيناه في حز تعصير. في مجلسه شفنا حشيمه وتبجيل، ونباه وحجاجه ضحك للمسايير. وفي موقفه شمخ كما طلت سهيل، ولبى طلبنا ملجأ للمعاذير. في مجلسه شفنا حشيمه وتبجيل، ونباه وحجاجه ضحك للمسايير. في موقفه شمخ كما طلت سهيل، ولبى طلبنا ملجأ للمعاذير. نرفع لك البيضاء بعذب المواويل، يا ابن الرجال اللي يتحشم الخطاطير.
بلي عطية بالكرم تذبح الحيل. الشاهد الله ما تحسب المخاسير، عاداتكم بالطيب جيل ورا جيل، حقائق ما هي دعاية واساطير، والطيب وهبة والليالي محابيل، ويفوز فيها أهل الوجيه المسافير. والطيب وهبة والليالي محابيل، ويفوز فيها أهل الوجيه المسافير، ويبنظ من الحفل من دون تاجيل، في خاطري لكم كلام وتعبير، أبشرحه بحضور كل الرجاجيل، لو ما أنت بحاجته لا شك تذكير. يا عبس يا عبس يوم الخوف ومطارد الخيل، وأنتم مثل حدب السيوف البواتير. تستاهلون ما عليك زود. يا عبس يوم الخوف ومطارد الخيل، وانتم مثل حدب السيوف البواتير، وفي دولة التوحيد موقفك ممهيل، بها تميزتوا حقيقة عن الغير، ومن قلل بحق الرجاجيل تقليل، كل القبائل وافية دون تقصير، لأنكم يا عبس من دون تاويل فيها تصدرتوا عن الغير تصدير. إلا أنكم يا عبس من دون تاويل فيها تصدرتوا عن الغير تصدير. الخوة اللي عندكم شرحاهيل، فزتوا بها كأنها جين تحويل. الخوة اللي عندكم شرحاهيل، فزتوا بها كأنها جيل تحويل. خوتكم أنقى من قراح الهماليل، وخويكم ما يلحق بالزمن ضير، وبشر لجودهم كالهماليل، يا معز بالضيفان مذكور بالخير، وصلوا على الهادي عدد ما درج سير، وإعداد ما تارض ضوامي على البير وسلامته. شكرا لشعارنا، وأحب أن أنوه لما قد يكون طبعا خافي على بعض الأخوان. ضيفنا وضمن المكرمين هذه الليلة الشيخ صالح عودة العطوي، وذلك لما قام به من جهود طيبة، حيث حدثت مشكلة بين ابن لنا مع أبنائه وبعض الأخوة، مضاربات عند باب المدرسة، وحكمة الآباء وحسن تصرفهم استطاعوا أن يحلوا الأمور بطريقة أخوية وحبية، وتمثلت فيها بعض الوجيه التي سعت لتقريب وجهات النظر. فنحن نشكره جزيل الشكر، ونشكر الأخوة الأفاضل الذين سعوا في ذلك الأمر، ونشكركم لحضوركم وتلبيتكم الدعوة لنا. والحقيقة أن حرصنا على أن يكون مساءنا هذه الليلة مساء حب ووفاء، ويبرهن ما نكنه لبعض من محبة وأخوة صادقة في الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم. مع عضو الرابطة العربية للثقافة والفكر والأدب الشاعر الكبير زهيد بن صالح الحمري البلوي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وبعد. معزيبنا الليلة من خيرة الرجال، شيوخ وأبناء شيوخ، الله لا يهينك، ملتقى القبائل عامة وملتقى تبوك خاصة، سبق أن تكرموا عند سعادة الشيخ الدكتور عبد الله بن سعد العويمري الرشيدي في منطقة حايل، وهم أهل الكرم ووفا، وهو الليلة ضيف على المنطقة. وأخوانه الكرام أبو فيصل
وابو نايف ضيف الله وعبيد الله من الرجال البارزين بهذه المنطقة، يعرفونهم كل القبائل الموجودين واللي غير موجودين، وابرزهم علمهم الغاني. ويشهد الله ان بعض المعلومات لم ترد الا ان ابو سيف الان فهم احفاد عقيد زعيم في ربعه له مكانه مرموقه من الرجال البارزين، نعم فيهم ونعم بانسابهم الفيافيه، رجال فيفا الكرام، الرجال الذين عرف عنهم الصدق والوفاء. وانا صراحه سرت الليله بوجود رمز من رموز منطقه تبوك من المنطقه، الا وهو سعاده العميد الركن احمد بن يحيى الفيفي قائد صيانه القاعده الشماليه الغربيه، اخ لي ولا اقولها مجامله، اخ لي من رتبه ملازم متواصل معنا بكل صغيره وكبيره، الى الان مستحق الرتبه لواء، ولا يهون من يسمع ومن موجود من ربعه، عرفناهم وزملناهم ونعم فيهم. وانتم يا بني عبس مشرفين ماضي وحاضر، وكذلك ابو زياد بيض الله وجهه ما هو غريب الطيب على بني عطيه، قبيله بني عطيه الابيه، قبيله بني عطيه الذي انتزعوا 3 ألقاب فخريه، صبابه الجامد وحطات المثلوث وكرام الحزه، ليس غريب عليهم الطيب. على الوعد جينا لكم يا الوفيين، وفوا معزه يا كرام السبالي، يا سلالة المطنوخ سفر الحجاجين اللي بطيبه يشهدون رجالي، يا سلالة المطنوخ سفر الحجاجين اللي بطيبه يشهدون رجالي، ما بين ربعه من رجال مسمين لهم مهابه من قديم الزمان، وقت اللزوم ترجحون الموازين، هالكل منكم يرتكي للثقالي، على الكرم من ماضي الوقت والحين، وعلى الشجاعة في نهار القتالي، أقولها والقى عليها براهين، علم عليه إثبات ما بإجدالي، أقولها والقى عليها براهين، علم عليه إثبات ما بها جدالي. وابن سعد ازحون ما هم بسيطين، كساب تن وماس مضرب مثالي، وابن سعد ازحون ما هم بسيطين، كساب تن وماس مضرب مثالي، اللي سمع عنهم ومن شاف بالعين يشوف شيء صدق ما هو خيالي، شيوخ ساس الشيوخ حسب القوانين والراس شامخ والفعايل تزالي، الشيوخ ساس الشيوخ حسب القوانين والراس شامخ والفعايل تزالي، واذكر معزيب على الطيب عجلين اخصهم مدام محل المجالي، ضيف الله اللي في جميع الميادين فعلة ومس فيه عم وخالي، ضيف الله اللي في جميع الميادين فعلة ومس فيه عم وخالي، على ابو فيصل والرجال المهمين تعرف كما نجم الجديب الشمالي، أما عبيد الله تحطه على يمين يمناك رع الجود وافر صالي، هذا ابو نايف واهل العرف دارين انكما نجم شهير وعالي من هذا ابو نايف واهل العرف دارين انكما نجم شهير وعالي، من لابت وقت المعارك شجيعين السيف عبسي والحقائق تقالي، يقالون من لابتن وقت المعارك شجيعين السيف عبسي والحقائق تقالي، لابت بني عبس الكرام الميامين امجادهم تبقى فخر ما تزالي، فعل الرشيدي عارفينه من سنين يقدم على الموت الاحمر ما يبالي، فعل الرشيدي عارفينه
من سنين يقدم على الموت الأحمر ما يبالي، وكل القبايل ساعة الجد ذربين، يوم الكرم والفعل صعب المنالي، والله يرحم من جمعنا على الدين، أسس حكم موثوق ما باختلالي، ومن بعده عياله على النهج ماشيين ملوك نسل ملوك، نعم العيال يصلوا على محمد ختام النبيين، إعداد مروم من الغيث سالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلنا الكريم مع الشاعر القدير الشاعر الكبير أحمد محمد الشيخي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سلام في حفل يضم المناصيب، في ملتقى يجمع شيوخ القبائل، في مجلس أهل الجود والفخر والطيب عند الرشيد إذا ذكرنا الجمايل، حفلا على العليا مرتبه ترتيب كالسابت المداح وأهل الطوايل، بالطيب ضيف الله يحوز المكاسيب، وجنبه عبيد الله ذريب الفعايل، تكرم لحاهم ما مشوا سكة العيبة عز فيهم من قصيدي مثايل. تاريخ عبس مسجل بالمكاتيب، من طالع التاريخ شاف الدلايل، أهل القنا وأهل السيوف المحاديب، لا قامت الهية تشب الفتايل، وإذا مدحنا ما يجي شك أو ريب، قولة نعم تزال كل القبائل. ويومه دعاني جاوب الذيب للذيب، من فعل يده ذابح كل الحايل، اي والله انه ما حسب المصاعيب، يركي كتوفه للحمول الثقايل، ليفشع اليوم الرشيدي مجاديب، امداحهم تطرى على كل قايل، وانا حضرت راويا بالمشاريب، اشد في وصل النشام الرحايل، حضرت شارك دون زهران وانيب، من بيننا مال المعزه بدايل، دون العناصر ما عليكم زود. حضرت شارك دون زهران وانيب، من بيننا مال المعزه بدايل، دون العناصف المواجيب ما غيب، في قدركم يا اهل الوفاء والجمايل، ودامك يا ابو فيصل تثني التراحيب، قلت الشعر له فارس فيه صايل. سلامتكم. مع مهندس العمل والوظيفة ومهندس الكلمة والشعر الشاعر الكبير سليمان بن إبراهيم الشنوطي البلوي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبيض الله وجهك يا أبو زياد، وجزا الله جاهة اللي توجهت عليك بالخير إن شاء الله، وهذا العفو ما يسويه إلا الرجال ابن شام اللي شروك. حقيقة أنا بفهيد عني وغازي، بس جبت 6 أبيات مشاركة، وحقيقة أنهم يسدون ويكفون عني. يقول: يا مرحبا باسم الرجال العواريف، بني رشيد مطوعة قبل أفراس، أقدار تجري والمشاكل صواديف، وإبليس حي وينفخ بكل مقباس. أقدار تجري والمشاكل صواديف، وإبليس حي وينفخ بكل مقباس، لكن اللي وصلت رجال المواقيف تهون لو ان الثمن قطعة الراس. فعول الرجال فعول ما هي سواليف، لون القلوب بها مثل عطل امواس. بني عطية هقوة، بني عطية هقوة كنها السيف، بني عطية كاسبة كل نوماس. درع بشمال المملكة ترفع الحيف، لدندنت للحرب قرعات الأجراس. الفعل ما هو هرج بالمعركة الشيف، في ساعة الهية والرياق يباس، مثل الحرارة بعاليات المشاريف، مضرابهم بالقلب يقطف للأنفاس. أنا بستاذن أعضاء الملتقى، لأن في بيته بطلب منهم أنهم يقفون احترام
لأبو زياد على العفو. واستاذنا النخبة يفزون وقيف، واستاذنا النخبة يفزون وقيف حشمة اللي يعفي ويصفح عن الناس، وللعبد تفكيرا وللرب تصريف، ولولا الوفاء ما احتاجت الناس للناس. حفلنا الكريم بيض وجهك مع المستشار القانوني الشاعر الكبير سعود فهد الحريري العنزي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نشكر أبو زياد العطوي على موقفه النبيل، ونشكر قبيلة بني رشيد ممثلة بالإخوان الأعزاء الأكارم الشيخ ضيف الله والدكتور عبد الله الشيخ نايف على هذا الوفاء وعلى هذه الجمعة المباركة. كما نشكر زملائنا أعضاء ملتقى القبائل على موقفهم النبيل اتجاه هذا العفو الذي حصل. من شان أبو فيصل كتبنا المكاتيب، ونجيه لو انه بنجدة العذية. من شان أبو فيصل كتبنا المكاتيب، ونجيه لو انه بنجدة العذية، واخوانها سباع الوغى بالمضاريب احفاد عبسه للوفاء والحمية. واخوانها اسباع الوفاء اسباع الوغى بالمضاريب احفاد عبسه للوفاء والحمية، عوامره عد عذية المشاريب روس الرجال اهل الفعولة الزكية، من دافع الخوة ومن دافع الطيب. سلام يا الحضار قدره وتحية. من دافع الخوة ومن دافع الطيب، سلام يا الحضار قدره وتحية. كثر نجوم العاليات المراقيب لأهل الوفا والطيب صبحة ومسية، في حفلة رجال نتعكفى الأشانيب وأفعالهم للناس ما هي خفية. في حفلة رجال نتعكفى الأشانيب وأفعالهم للناس ما هي خفية. بني رشيد مكملين المواجيب للجار عد وبالكرم نار أحية. خويهم داله فعول وتراحيب فوق العدد 100 على ظهر 100. والليلة كباش على فطح النيب يقلط عليها أهل العزومة القوية اللي يفكون النشب ولا صعيب، ولهم على جواد سيرة نقية. في ماضي الأيام درس وتجاريب بالدين ولا حزة الجاهلية، في جارهم ما يحبونها عذاريب. بصدورهم فيها المكارم غنية، يستاهلون المدح شرقا وتغريب. مقدرين الجاه وقت الدعية، تدرون منهم هالصقورة المقاضيب. بني عطية والمكاسب عطية، يستاهلون المدح شرقا وتغريب. مقدرين الجاه وقت الدعية، تدرون منهم هالصقورة المقاضيب. بني عطية والمكاسب عطية. هذاك أبو زياد ذيب ولد ذيب اللي عطى حقه بنفس رضية. هذاك أبو زياد ذيب ولد ذيب اللي عطى حقه بنفس رضية. عنده زيادة بالوفا زود تهذيب. هذا سمية الطيب هذا سمية. والشكر
للي شاركوا من مناديب جمعة رجال من قبائل وفية. السلام عليكم. وفي ابو فهد بيض الله وجهك. مع سيف عتيبة في الشمال الشاعر نايع بن عواد العتيبي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير قبائل عبس الكرام، ممثلين في الإخوان أبناء سعد العويمري، شكرا لكم على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الغير مستغرب. حقيقة لم أعد لهذا المقام الكبير قصيدة تتناسب معه ومع معازيبه، لكن لدي خاطرة تقريبا 4 أبيات أو 5، واعذرون على القصور، لأن والله الأيام اللي فاتت كلها كنا مرتبطين بمناسبات لا تخفى عليكم. فقول لأهل الوفاء حق علينا نعده، أهل المكارم طيبين القوانين، لأهل الوفاء حق علينا نعده، أهل المكارم طيبين القوانين، اللي وفاهم ثابت تستمده، من منهل الطالات ريف المقلين، يوم كل يفتخر عقب جده، نشهد انك الرشيد يا حمر عين. لأهل الوفا حق علينا نعده، أهل المكارم طيبين القوانين، اللي وفاهم ثابت تستمده، من منهل الطالات ريف المقلين، يوم كل يفتخر عقب جده، انا اشهد انك يا الرشيد حمر عين، خوي جنب وصاحبك ما تلده، وشجاع لين عدوا كبار الشجيعين، مصدرك عبس وحامض العلم وده، قول العتيبي يوم غنى بيتين. خوي جنب وصاحبك ما تلده، وشجاع لين عدوا كبار الشجيعين، مصدرك عبس وحامض العلم وده، قول العتيبي يوم غنى بيتين. يا عبس يا فخر النضا ولا شدة، حميت الماقف اكعام المعادين، الطيب والطيب ترانا نوده، ونحضر على شانه بكل الميادين، من شان ابو فيصل وشانه بده، ومن شان ابو نايف طريق الحجاجين، نحضر وكل هجوسنا مستعده لمقابل الوافين عند الوفيين. من شان ابو فيصل وشانه بده، ومن شان ابو نايف طريق الحجاجين، نحضر وكل هجوسنا مستعده لمقابل الوافين عند الوفيين. سلام والتسليم لازم نمده، ويمشي على الحضار من غير تقنين، في محفل طيبه تعانق بنده، في محفل طيبه تعانق بنده، وينثر على الوافين ورد ورياحين، محفل إكرام من رجال الشدة، بني رشيد مرجحين الموازين، بني رشيد مرجحين الموازين. الله وجهك. حفلنا الكريم مع شاعر يام الشاعر الكبير سالم ابن ظهيره اليامي، فليتفضل بمشاركته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم كل خير. أول شيء أنا أعتذر من لقب شاعر يام، لأن الرجال ما يأخذ شيء ما هو له، وشاعر يام الشيخ علي بن بلال اليامي، ولكن قالها أبو سعد الدين.
هذا من وفاك له. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. والله ما احنا مواصلين والرجال يتلومس برفيقه ولو انه غايب. صلوا على رسول الله. اول شيء نسال الله العلي القدير كما جمعنا في هذا المكان يجمعنا في دار كرامته، ونسال الله ان يديم علينا وعليكم نعمه الامن والامان في ظل حكومه مولاي خادم الحرمين الشريفين واولياء عهده، ونسال الله ان ينصر جنودنا المرابطين على الحدود وان يردهم الى اهلهم سالمين وغانمين. الامر الثاني إصالة عن نفسي ونيابة عن ملتقى تبوك نخبة تبوك، نشكر برئاسة أخونا الشيخ نايع الذيابي، نشكر الأخوان العوامرة بوجه خاص وقبائل بني رشيد بوجه عام، وعلى رأس معازيبنا الشيخ ضيف الله والدكتور عبد الله وأخونا عبيد الله، كلهم اعزاز وغلاه، ونشكرهم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. والطيب ما يستغرب من هذا الطيب. اسمحوا لي لو تكلمت انا داري قال لكم عندي القصيده، لكن ما عندي قصيده، بعطيكم من مشاركه كلام، واللي ما هو كاتب من ترجي في كلامه زايد وناقص، لكن نسال الله التوفيق. والله ما تمنيت يوم يقولون عندي قصيده الا الليله لو اني مشتريها بفلوس، ولا علشان اكون صادق مع الله لين كنت عند الحويطات شوفوا بغياب. فبني رشيد اخويا واعزاز وغلاه، وعرفنا الخوة والمرجلة والذرابة والطناخة، والله اللي صادق فيما أقول. واستماع الليلة الشاعر ليش اللي تمنيت؟ لأن الرجال لما قد يلقي قصيدة ويسمع الرجال يصغون له، هذه قيمة القصيدة. حنا شعار لا حنجينا بفلوس وانت عايبها ولا ونخسر من جيوبنا، بس نبغى الرجال يسمعون لما مدحناهم ولا لمسناهم شيء من اللي فيهم. استماعكم الليلة تقول بيض الله وجيكم. والمشاركة عندي عدة قصائد في بني رشيد، أنا ودي نبقى قصيدة الليلة ولا يفوتني أن نشكر أخونا صالح بن عياد العطوي ونقول بيض الله وجهه. أما ثنا أخويانا ومعازيبنا بني رشيد على ما قمنا به، هذا واجب الرجال على الرجال، ولا سوينا الشيء ذا نبغى منهم لا جزاء ولا شكر ولا ذنب. الرجال للرجال والكل بالله، وجاج يقول شانهم عند رجال حمر عين، وبيض الله وجهه وجملنا، هو اللي جملنا بالفعل الغانم، ولا سوينا الا الواجب. اما المشاركه فانا عندي عده قصائد، ولكن بختار لكم قصيده، وانا قلت قبل شوي في كلمتي المطانيخ وانا اقصدها من ايام عنتر بن شداد الى اليوم، والتاريخ حافل، ولو الوقت يسمح كان كثرنا الكلام واللسان ما عليه شيء نظيمه. فحصل موقف جانا يمكن كلكم وانتم خاصه بن رشيد ما يحتاج، لكن الباقيين جانا رساله في احد الجوالات فيها خطاب شكر لوكيل رقيب عياد بن عيد الرشيدي، وكاتب خطابات الشكر حنا نعرفها انها كلمتين ولا ثلاث، لكن قايد اللواء كاتب الخطاب اللي يبيض بوجهه ويستاهلها الرشيدي، على ان الرجال واحد من اخوياه اسمه مانع بن عيد الحربي انقتل في الحدود، وشافوه الرجاجيل ولا خلاهم الرصاص يجيهم، وفي الحزه ذي بين والله الشاجع من غيره، وقام الرجال وحذف سلاحه وانطلق واختفى مثل الطير على كتفه. والله اني شوشت الساعه 2 في الليل، قلت كاني بهرب ما حد يسبقني من الشعار، وكل الجميل وكل رجال به، فقلت لي كم بيت وارسلتها اليوم الثالث وهم حاطينها في شيله، واتصلوا علي من حبر الباطن ومشايخ وحلفوا علي وطلقوا يكرموني. قلت كرامتي رد الفعل، اما كرامه الرجال في راسه ما هي في بطنه، والله العظيم ان ناموسه فوق راسه. صليتوا على رسول الله، والرجال هو نفسه اتصلوا واجدين وسبحاننا كثرنا عليكم. فالقصيده الابيات ما هي قصيده، قلت جاني خطاب فيه شكر وتقدير وموجه العياد عيد الرشيدي، وقريت مضمونه وشفت التعابير موقعه من القايد بفعله يشيدي، وقريت مضمونه وشفت التعابير موقع من القايد بفعله يشيدي، وجتني هواجيسي ورود ومصادير وترجمت ما في خاطري في قصيدي. أشوش لفعول الرجال المناعير ولو النسب والجد مني بعيدي، البيض تنشر له بروس الشماخير ويستاهل نحنا بفعله يشيدي. صف ويستاهل تصفيق. هذا حق التهاني ذاك لما تحامل الحد قال عليكم امر الله نصفقوا. البيض تنشر له بروس الشماخير ويستاهل نحنا بفعله نشيدي، رشيد ينشاجع براسه صعاطير
شجيع في راسه وقلبه حديدي. رشيدي شاجع براسه سعاطير، شجيع في راسه وقلبه حديدي، أقدم على الموت الحمر مسرع السير والنار من العدوان توقد وقيدي. ثم اندشل جثة خويه كما الطير، طير الحرارة اللي هداده يصيدي، عياد شاجع من رجال مشاهير، تاريخهم في المجد ما هو جديدي. ثم اندشل جثة خويه كما الطير، طير اللي هداده يصيدي، عياد شاجع من رجال مشاهير، تاريخهم في المجد ما هو جديدي. صبيان عبس اللي تقود الطوابير لهم حاضر زاهر وماض تليدي. صبيان عبس اللي تقود الطوابير لهم حاضر زاهر وماض تليدي. يا حرب يا روس الرجال المناعير، ابنوا له البيضة قريب وبعيدي. قلته وانا ربع السيوف المواتير، صبيان يا مليمين على الجو. قلته وانا ربع السيوف المواتير، صبيان يا ملينين الحديدي. نعطي الرجال حقوقها دون تقصير، وكسب المراجل عندنا اكبر رصيدي. وصلاة ربي عند مغرد الطير، واعداد مال البيت حج العبيدي. على رسول وضح الشر والخير، شفيع الامه في النهار الشديد. وسلامتكم جميعا. والجاعليان في الشمال. في الشمال لا تعود والله معاذ بالله. بيض الله وجهكم. حفلنا الكريم مع الشاعر القدير مناور بن رجب ضيف الرشيدي، فليتفضل. السلام عليكم، مساءكم بالخير. أبيات ما في قصيدة لأن الوقت ضيق والله. بيض الله وجه راعى الطيب واليمن الندية، وجمل الله حالب ونايفه مع عيال الحمايل، وباسم عبسه للوفا والطيب واهل المقدريه. مرحبا حي الله الضيفان من كل القبائل. وباسم عبسه للوفا والطيب واهل المقدريه. مرحبا حي الله الضيفان من كل القبائل. والقبائل قبل حكمه العود هوش وعنصريه. قبل حكمه ما قبل حكمه ما التقينا الله على ظهور الاصايب. والقبائل قبل حكمه العود هوش وعنصريه. قبل حكمه ما تلاقى الله على ظهور الاصايل. فتن تصبح وتمسي بين ذيك وبين ذي، عند ثار العام والله عند زينات الشمايل. وبعد حكم العود وعياله تجمعنا سويه، العقيده واحده والشر بين الناس زايد. وعقب حكم العود وعياله تجمعنا سويه، العقيده واحده والشر بين الناس زايل. ودارنا دار الرسول اطهر بقع هاجر نبيه. ودارنا دار الرسول اطهر بقع هاجر نبيه. قبلة الاسلام دار الرسل واصحاب الفضائل. سلامتكم. سبحان الرسول. تنويه أيها الأخوان، وجهنا الدعوة باسم رابطة عبس لحفل الوفاة لشاعر الوطن مساعد الرشيدي. المكان الرياض، قاعة اليخت. شكرا. التاريخ قلنا يوم الخميس الموافق 23 من الشهر هذا، الخميس القادم. شكرا. ونختم أمسيتنا الشعرية لهذا المساء مع قصيدة مع الشاعر سليمان بن سعود العويمري الرشيدي. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. الله يبيض وجه من ساعة من الشيوخ والقبائل، بيض الله وجهكم كلكم. وابو نايف يستاهل. يقول يا رب
وانت اللي خلقت المخاليق، رحماك يوم الخل ينسى خليله، اطلب رضاك ورحمتك والتوافيق، واسجد طلب لرضاك في كل ليله. الليله اقدم من الشعر ما يليق، وكل على ما قيل عقله دليله. يا مرحبا وصدورنا ما بها ضيق، اعداد وابل من سحاب المخيله، باسم الرجال المكرمين المطاليق، باسم الرجال المكرمين المطاليق، اهل الوفاء اهل الكرم واهل الوفاء والجزيله، باسم الرجال المكرمين المطاليق، اهل الوفاء اهل الكرم واهل الفعول الجزيله. وصلاه ربي في ختام الطواريق على النبي اللي هدانا سبيله، على النبي اللي هدانا سبيله. وسلامتكم باسم هذا السوق وانتم تستاهلون اكثر. الآن نختم بقصيدة للشاعر عبد العزيز الرشيدي. جزاكم الله بالخير اجمعين. كل واحد منكم يستاهل الطيب ويستاهل العلم الغانم، ومثال ابو زياد ما هو غريب عليه. وعلى ما قال الشاعر مدغم ابو شيبه السبيعي يقول والله ما يكبر في عيون الرجاجيل الا مواقف الرجال العظيمه. يا مرحبا ترحيب تنشانها شان العظيم وبالعروش العظيمه. سبحان رب مكون الكون سبحان، وسبحان من يحيي العظام الرميمه. الرازق المعطي بلا من تنسان، اكرم منه ما فيه، اكرم منه ما فيه من كريمه، واعظم منه ما فيه لو كان ما كان. الرازق المعطي بلا من تنسان، اكرم منه ما فيه من كريمه، واعظم منه ما فيه لو كان ما كان. وارحم منه ما فيه قلوب الرحيمه، اللي عطانا الدين وعطانا الايمان، نطلب رضا وجهه ونخشى جحيمه. وبعد الكلام اللي وزنته الميزان من خوف لاقع في الخطا والظليمه، وبعد الكلام اللي وزنته الميزان من خوف لاقع في الخطا والظليمه. اهلا هلا واعداد هتاف الامزان واعداد ما يقعد، اهلا هلا واعداد هتاف الامزان واعداد ما سمتها يلقى عديمه. بحفله رجال العز وطوال الايمان، والوقت ما غير جديده قديمه. بحفله رجال العز وطوال الايمان، والوقت ما غير جديده قديمه. قوم لهم في ساحه المجد عنوان، تاريخهم مثل الجبال المقيمه. بني رشيد مرجحه كل ميزان، زبن الدخيل اهل العقول الحكيمه. بني رشيد مرجحه كل ميزان، تاريخهم مثل الجبال المقيمه. والهيبه اللي كنها السيف شامان، نعم الخصيم نواجه خصيمه. وانتم هالوقفات ذربين الايمان، كل يمثل قبيله عظيمه. ونعم القبائل كلها بشتى الاوطان، اهل الوفاء واهل العقول الحكيمه. والله يديم الدين، والله يديم الدين ويعز سلمان ومنهج رسول الله اللي يرضى من حليمه. وسلامتكم. يقولون بالبصور.
نستأذنكم بأن نستمع لشيلة راية التوحيد لسيف عتيبة في الشمال، الشاعر نايع العتيبي. هلا بيض وجهك تستاهل. نرحب بضيف كريم علينا جاي من دولة قطر، الأخ محمد بن راشد المري. الله يحييه ويبارك الساعات. يا هلا ويا مرحبا، حيا الله الجميع. الله يحييكم جميع، وترى له ضيف علينا الله يحييه على واجب خاص له الحال. الله يحييه ويبارك الساعات. الضيف عندك وضيفك ضيفنا يا ابن الخير. ابد الله يحييك. طبعا احنا نستأذن الشاعر الكبير نايع عواد العتيبي في شيلة منشدة قبل كذا، ونستأذنه في عرضها الليلة لأنها وطنية، ونحن للوطن ونحب الوطن، ومن أجل الوطن نفرح بوجودكم جميعا. السلام عليكم. راية التوحيد للعز خفاقة، دونها يبقى تكاتف كبايلنا، للوطن وقلوبنا دوم عشاقة، واردين العند دامن على اولنا، والبحور اللي تلظى وصفاقة ربنا يالله عليها تعاون.
للشيخ علي بن خليفة بن كحيل مؤسس ملتقى قبائل الجزيرة العربية، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساكم الكل والجميع ويجمعنا إن شاء الله في جنة النعيم. الحقيقة ما تكلمنا الحقيقة قبيلة بني رشيد لأنه فيها حقها. باسمي وباسم ربعي قبيلة الطوال عن نقدم دعوة رئيس رابطة عرس الدكتور عبد الله سعد العويمري واخوانه ان شاء الله انهم يتممون لنا زياره لديرتنا اللي هي ديرة السليله في بين المدينه والعلا. ثانيا اشكر اخواني اعضاء ملتقى تبوك، الحقيقه ما هي غريبه عليهم، دائما لهم وقفات بالصلاح ذات البين، ونسال الله لهم التوفيق. الله يجمعنا ان شاء الله احنا وياكم على الخير. بالنسبه للدعوه احتري الرد منها من الدكتور عبد الله سعد العويمري، الله يحفظكم الكل والجميع. شكرا الشيخ علي بن كحيل، ودعوتك مجابه وسيتم التنسيق معكم لاحقا باذن الله. الله يحييك. كلمة للشيخ محمد حسن حمود الشهري، فليتفضل. الله يمسيكم بالخير جميعا. نيابة عن الشيخ الوالد حسن حمود الشهري المتواجد حاليا في الجنوب، أبلغكم تحياته وسلامه وشكره، وشكر خاص للشيخ أبو زياد الذي نومس نفسه وربع بني عطية وله غريب عليهم الطيب. بني رشيد قبيلة خير من يمثلها في منطقة تبوك بحكم معرفتي الشخصية بالأستاذ ضيف الله، وهو مربي فاضل وربى أجيال كثير، منهم من وصل الآن لرتبة عقيد، الله يمده بالصحة والعافية إن شاء الله. وهو خير من يضع بصمة لقبيلة بني رشيد، والطيبين واجد الله يكثرهم إن شاء الله. احنا نتقدم بدعوة باسم الشيخ الوالد حسن حمود الشهري لضيوفكم، وجايين نشارككم أفراحكم ومقدمين عزيمة لضيوفكم. جميع الضيوف علينا أبد، ضيوفكم ضيوفنا، ونبغاها بكرة عشاء بمشيئة الله. في اللي جاي من الجنوب، وفي اللي جاي ضيف عليكم هنا، وفي برضه من خارج المملكة العربية السعودية اللي هو المري جاي من قطر. ولا نبغى عذر، بكرة بمشيئة الله عشاء. استاذنا أخوي الشيخ عبد الرزاق من غنيم من بعد نتكلم. سلامتكم. أول شيء الله يعطيك العافية. والشيخ حسن حمود شيخ معروف ومشهور، وأنتم يا أبناء بالطيب والكرم، ولا هي غريبة عليكم تكريم الرجال. ولكن بالنسبة لنا كأعضاء ملتقى وضيوف، حنا طبعا عندنا بعض التقاليد البسيطة، ونحب أن نسند الأمر للشيخ عبد الرزاق بن غنيم ليعطي الرأي في هذا الأمر. والسلام عليكم. وأيضا هو يتحدث باسم الجميع ويعطي الرأي للشيخ حسن حمود وابنه. الله يمسيكم بالخير جميع، وبيض الله وجوهكم يا بني رشيد جميع الأخوان، الدكتور
الغالي العزيز اللي له واجب علينا هو بنفسه، هو ضيف علينا اصلا. ولكن عاد بلغني انه مسافر الساعه 12 الظهر وعذرناه، الله يوفقه ويوفق الجميع. اما طال عمرك دعوه ملتقى نخبه تبوك الاجتماعي من الشيخ والوالد حسن بن حمود الشهري، الله يحفظه ان شاء الله ويرد السالم لنا باذن الله. فاحنا نيابه عن الربع موجودين احنا في تبوك ونعتذر عن الموضوع هذا نهائيا، واللي يصير فيما بيننا في وقت لاحق ان شاء الله نتفاهم عليه. وبالنسبه لضيفنا كلنا الاخ المري عنده وضيف علينا جميع كمان، احنا ودنا اياه ما هو بس انتم، والعلم عندكم عادوا تعطونا خبركم، الله يطول اعماركم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. الله يبيض وجهكم كلكم. اللي عزم الصوت، تسمع الصوت؟ والله يا جماعة اللي تكلم واللي قد تكلم أبو عبد الله إنه ما في مجال. أنا إن شاء الله بعد بكرة مسافر. ولا فيه مجال والله، لو فيه مجال كان أبرك الساعات. شيخ سالم ضيفنا العزيز، والله انا عندنا تشرف. الله يرحمه. انت ضيف علينا على المملكه كلها. الله يطول عمرك. ما هو ضيف على قبيله ولا على فرد، انت ضيف على المملكه. ولكن الله يحييك عند معازيمه كلها. والله والجميع نعتبرهم مشاركين وحضورنا جميعا. هذا اخونا محمد بن راشد المري من دوله قطر الشقيق. وهذه والله ابرك الساعات تواجدي بينكم الليله ومشاركتكم، هذه عندي اكبر كرامه. يوديكم الجنه. والكرامه المعترضه تعتبر كرامه. الله لا يهينكم ويطول عمركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ودي وبخاطري شيء وبنفسي أني أعزم هذه الوجوه وأجمعها ويشرفون محلي، ولكن كل يعتذر زي ما سمعتم، ولا تجي القمر على هوى الساري زي ما قال. ولكن الحمد لله اللي الله شرفنا في هذه المعرفة وفي هذه الوجوه في هذه الليلة وجمعنا. وأتقدم ببكرة هدية رمزية لإخواني المعازيب أبناء سعد بكرة وضحى، أتبرع فيهم. الله يوفقنا وإياكم ويوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيض الله وجهك يا شيخ عودة، ولا هي غريب الطيب من أهل الطيب. طبعا احنا بالنسبة لنا الليلة طبعا البرنامج لم نكن نعد الإعداد الكامل للبرنامج، لأنه دائما أي برنامج تدخل بعض الفقرات اللي غير معمول حسابها. والحقيقة احنا أعددنا دروع لبعض الزملاء الأخوان المشاركين في الحفل الذين عرفنا مشاركاتهم من قبل، ونعتذر من الأخوان الذين لم نسجل أسمائهم أو لم نعرف بمشاركتهم إلا هنا، ولكن لهم مشاركة دروع تصلهم كل واحد باسمه إن شاء الله. الله يحييكم وابرك الساعات. احنا نكرر اعتذارنا لأنه والله ما كنا نعرف من الذي سيتقدم بمشاركة، والذين عرفناهم استطعنا أن نجهز لهم درع تذكاري، هدية بسيطة مجرد للتذكار. ليس القيمة في قيمة الدرع، ولكن القيمة في تذكار المناسبة، لا أقل ولا أكثر. الشاعر القدير عودة عواد الخياري.
علينا الله يسلم الشاعر القدير المخضرم فضي مسبل الخياري. الشاعر ضيف الله بن صالح الضوي العنزي. والله مو حقكم درع لكن نعم اي والله ما هو درع اللي يوجهكم لكن عاد هذه مشاكل. هذا اخو شاعر علي صالح شاعر هذا تاج الكرم الله يحفظه. يستاهلون الشيء كله. يا ابو هذا هذا هديه رمزيه شيء زندان. عضو الرابطه العربيه للثقافه والفكر والادب الشاعر فهيد بن صالح الحمدي. حقكم ما هو درع والله يا اخوان ولكن هو استسقاء فقط لا غير. نعم حقكم علينا اكبر من هذا. نعم. الشاعر القدير احمد محمد الشيخي. يستاهل والله يستاهل كثير. زي ما اقول ما هو حقكم هذا لكن هذا الاستذكار ما اقدر الله يحييكم ويطول الساعات. المهندس الشاعر سليمان ابراهيم الشنوطي البلوي. والشاعر مناور بن رجب ضيف الرشيدي. ونعتذر من الأخوة ولكن ستصل لهم إن شاء الله لذكرى الموعد. الشاعر ثاري بن معينان ابن ذلك الشاعر معينان العويمري المعروف أحد شعراء قبيلة بني رشيد المشاهير، وهو صاحب تاريخ طويل ومعروف. ابنه كانت له مشاركة معنا الليلة وله مشاركات عديدة، وهو أحد الشباب الذين يستحقون التكريم، فله مني هذا المساء هدية عبارة عن مسدس. شكرا. طبعا نشكر كل الأخوان الذين شاركوا كما أسلفت، وإن شاء الله القراءة التكريم سيصلهم بشيء الله ويعذرونا لأننا لم نكن معدين لهم. شكرا للشعراء ايضا المشاركين من القبيله، ونتمنى لكم التوفيق، وناسف على الاطاله، ونقول باسمي وباسم اخواني دكتور عبد الله وعبيد الله بن سعد العويمري الرشيدي، وباسم ربيع العوامره وتاج راسي بني رشيد، نقول تفضلوا حياكم الله. مرحبا باسم الرشيدي عدد نبت الثمار، عبس ربعي بالمواقف مقابيس الخطار، لابت يوم المعارك متعبت الامهار، من لطحهم ضاع عمره
عجوس واضرب ودق الحيد حار، يا خوي بالقصايد ترى مالك عذر، واسرج الخلال الصيلة من امهار الخيار، خابرك عسافي مضبوط الامهار الفكر، وجري صوتك يا شلية وطلب باقتدار، رزها للمعلى ولا زودك شعر ونثر، لا تحاتي ميلة القافي واسمع باختصار، وابشر بهجوسي بطراني يغرف من بحر، واحمد الله يوم اللي فزت تالا الاختبار، جبت نجم فضل ربي اله المقتدر، ومن صبر في سود الايام ذاق الانتصار، والرشد كل ما يسلك دربه خضار، كل صعبة تستوي له يجيها بانهيار، لنا هينول النواميس اذا ربي امر، مرحبا من فوحة البن لحد الفقار، مرحبا بعدادي وبالي قطرة المطر، مرحبا عد الكواكب لا دار بالمدار، مرحبا بعدادي تسبيحي من صلى الفجر، مرحبا باسم الرشيدي عدد نبت الثمار، عبسي ربعي بالمواقف مقابيس سيدنا الشفيع خادم البدر بعد الله الحصن المنيع، اعبر من البحر يا قايد الحق ونطيع، ما يسود الباطل الحق باذن الله يسود، يا وطننا يا وطننا شموخك فوق فوق، يا وطننا موطن العز رايتك خفوق، يا وطننا لك علينا مواجب وحقوق، الولاء لله ثم الملكنا بن سعود، يا وطننا وامشي بنارنا لبي ما تريد، والعدو نبي له المواطن في حبل الوريد، اللي يعيش يعيش في عز والميت شهيد، كلنا دون الوطن ساعة الشدة جنود، يا وطننا يا وطننا شموخ فوق فوق، يا وطننا موطن العز رايتك خفوق، يا وطننا لك علينا مواجب وحقوق، الولاء لله ثم الملكنا بن سعود، يا وطننا من يعاديك الجرح ما يطيب، يا وطننا من يعاديك المقطوع النصيب، يا وطننا يا وطننا عمايل الحريم، يا وطننا يا وطننا عمايل الحسود، يا وطننا يا وطننا شموخك فوق فوق، يا وطننا موطن العز رايتك خفوق، يا وطننا لك علينا مواجب وحقوق، الولاء لله ثم الملكنا بن سعود، دارنا واللي طمع فيك يكشف الدماء، دونا نخص لك ارواحنا يا عز دار، دون شبيب من حدودك نبادل العمر، محتمين ارضك من اقصى الحدود يا الحدود، يا وطننا يا وطننا شموخك فوق فوق، يا وطننا موطن العز رايتك خفوق، يا وطننا لك علينا مواجب وحقوق، الولاء لله ثم الملكنا بن سعود، الولاء لله ثم الملكنا بن سعود، وشكرا لكم كفيتم ووفيتم، الله يسعدكم، تصبحون على خير يوم الجلس. حيا الله نائب رئيس ملتقى مرسال فيفا واخوياه من اهل فيفا، الله يحييكم جميعا. يا الشيخ حسن، الشيخ محمد والاخوان كلهم باسمه والله، والشيخ عنايع والشيخ عابد، بيض الله وجيهكم يا المنشئين، ونرفع لكم اعقالنا اليوم ودوم، بيض الله وجيهكم. يبارك فيك.